لا يا جماعه انا محتاج اتعالج، والله العظيم ثلاثه محتاج اتعالج بعد اللي انا شفته. هي الناس اللي كاتبه المسلسل ده ما عندهاش قلب، ما عندهاش احساس، ما بتحسش خالص. ثلاث مواسم من سكويد جيم، وبعد كل موسم اعصابي بتبوظ وببقى محتاج وقت كبير عشان ارجع بني ادم طبيعي تاني. عامه الموسم ده عجبني جدا جدا جدا، واتحط مناصفه مع الموسم الاول. وبالنسبه لي الموسم ده اقواهم دراميا واقواهم تشابك بين الشخصيات وبعض. ده غير عناصر التجديد اللي اتحطت في الموسم ده اللي زودت الدراما وزودت شد الاعصاب في الموسم الثالث. وحاسس تعلقي بالشخصيات في الموسم الثالث كان اكبر بكتير من الموسم الاول، لان الموسم الاول كانت الاحداث كلها انا شفتها وان شوت. انما الشخصيات اللي ظهرت معانا في الموسم الثالث كانت ظاهره في الموسم الثاني من 6 شهور، ورجعنا شفناها تاني بعد وقت. فحاسس تعلقك بالشخصيات كان اكبر بكتير. احنا يا اخي زعلنا على الواد البت اللي هو الجدع الخول ده، وانت ياض ابن وسخ قوي وما شفتش اوسخ منك في حياتي. ده غير نهايه المسلسل اللي طرحت العديد من الاسئله اللي انا مجهز لها فيديو باين. فتقييمي لمسلسل سكويد جيم الموسم الثالث هو 9 من 10. تابع الفيديو اللي جاي لان انا هقول لك ايه اللي هيحصل بعد كده في عالم سكويد جيم.